بصوا يا حبايبي، القطايف اللي احنا بنعملها في البيت احسن طبعا مليون مره من اللي احنا بنشتريها من بره. اللي احنا بنعملها في البيت مقرمشه اهي من بره، وسهل ان انت تحطي فيها الشوكه لما تيجي تعمليها في الطاسه، سهل الشوكه تتحط. تعالي كده بقى جربيها في اللي انت بتشتريها جاهزه بره، الشوكه بتخش بصعوبه. فالواحد لما يعمل الحاجه في البيت احلى، لان الاضافات اللي بيحطوها غير الاضافات اللي احنا بنحطها. طبعا بيسترخصوا بيعملوها بدقيق، لكن دي بتتعمل بدقيق سيمولينا اللي هو الدقيق البسبوسه مع الدقيق العادي. بصوا حبايبي، القطايف المظبوطه مليون في المية. انا عملتها بصراحه ولقيتها مظبوطه جدا، فقلت اشارككم الفكره، ونجحت الحمد لله معايا. حطينا في الخلاط يا حبايبي 3 كوبايات ميه على 2 كوبايتين دقيق على نص كوبايه سميد. واخدين بالكم يا حبايبي؟ لازم المقادير دي تعملوها، لو عايزين تعملوا نصها اعملوها. واخدين بالكم؟ يبقى 3 كوبايات ميه على 2 كوبايتين دقيق ونص كوبايه سميد. تمام يا حبايبي؟ ونحط ايه تاني بقى؟ معلقه ونص كبيره نشا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره خميره، وكمان 3 معالق سكر، وايه، ومعلقه فانيليا. تمام؟ سايله او باودر اللي يعجبكم. المقادير كلها يا حبايبي تتعمل في الخلاط، بس مش تفضل تتعمل على طول، لما تلاقيها اتخلطت خلاص يبقى كده مظبوطه. تمام يا حبايبي؟ دي بقى هنحطها فين؟ على طاسه او حاجه ايه طبعا ما بتلزقش. هنخلي النار سخنه، الحاجه اللي هنحط فيها تبقى سخنه، وبعدين نخليها متوسطه. تمام يا حبايبي؟ واللي نطلعها هنحطه على فوطه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله، عملت 3. بصوا المنظر من بره ومن جوه. لازم نحطها على فوطه عشان هتبقى طريه. بصوا، وطريه وجميله. بره بيعملوها باضافات ما احناش عارفين ايه مصدرها. واخدين بالكم يا حبايبي؟ وان شاء الله هعمل قدامكم وتشوفوا الطريقه والسوا المظبوط. هنا حطينا حبه يا حبايبي كده ايه، على قد ما انت عايزه. حجم وحده القطايف تبقى قد ايه. طبعا النار تبقى عاليه في الاول، وحاجه ما بتلزقش، وبعد كده تروحي موطياها. احنا دلوقتي حطيناها وهنحس، هنشوف فقاقيع كده زي ما انتم شايفينها اهي. بصوا يا حبايبي اهي، شوفوا شايفين الفقاقيع اهي. اول ما تحسي ان الفقاقيع دي كلها ملتها بالطريقه دي والدنيا نشفت معانا فوق، نروح مقلبينها. بس المقادير دي يا حبايبي مظبوطه جدا، عشان القطايف بقوا يضيفوا عليها اضافات كده بتحس انها ناشفه، لكن المقادير دي اللي احنا عاملينها مظبوطه وجميله جدا. يعني حاطين دي البسبوسه ما بيحطوش بره، عشان كده بتطلع طعمها غريب شويه، بتبقى ناشفه. احنا جايبين ايه كل المقادير اللي احنا عايزينها.
يعني ممكن يكون عشان دي البسبوسة بيبقى مثلا غالي، خلوها دقيق عادي. اهو هي قربت دلوقتي ما شاء الله اهي تنشف خالص. نحاول نقلبها بقى من الجناب. تمام. وهي طبعا واطي عليها كده، ما نعليش عليها عشان ما تتحرقش. اهي يا حبايبي بتحسوا انها ايه فصلت لوحدها لو الحاجه ما بتلزقش كويس. تمام. اهي بصوا ما شاء الله من تحت شكلها ايه، اوريها لكم دلوقتي. اهي يا حبايبي ما شاء الله. نمسكها بايه، بصوا حبايبي بقى ما شاء الله اهي. بصوا المنظر اهو، شوفوا شكله جميل ازاي ما شاء الله. بس لازم نحطها ايه تحت فوطه علشان تبقى طريه. تمام. نحطها هنا بقى ونغطي عليها علشان تطرى. بصوا بقى لما تحبوا تحشوها يا حبايبي، بصوا منظرها لما تحبوا تحشي طريت ازاي، سهل الايه الحشو. بصوا اهي، واللزق بتاعها كمان بتلزق بسهوله اهي. اهي ما شاء الله كويسه جميله جدا. تمام يا حبايبي، جربوها هتعجبكم جدا يا حبايبي. وممكن تعملوها كده وتحشوها ايه كريمه من هنا. تمام. اتمنى تجربوها يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين.